السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده من منطقة جاردينيا في حدائق اكتوبر سلمنا مطبخ العمر احد عملائنا الكرام. هنشرح دلوقتي كل تفاصيل المطبخ، الماتيريال، الديزاين، توزيع الاجهزة، عملنا ايه في المطبخ. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا بينا. انا كنت راسم في دماغي مطبخ معين، هو عمل لي مطبخ احسن من اللي انا كنت راسمه في دماغي كمان. الحمد لله هو عنده مصداقية في موضوع استغلال المساحات، واستغل المشكلة بتاعت الغسالة اللي كانت عندي ومشكلة الصرف ديت، فهو حلها. وبل خلى كمان المطبخ كمان بقى شكله احسن من اللي انا كنت راسمه يعني. عدل عليه في حاجات واستغل المساحة بحيث ان هو ما ضايقش المطبخ عندي. بالعكس ده كده يعني رسم المطبخ رسمة محترمة. طبعا المطبخ من خامة الكلادنج، لون زي ما حضراتكم شايفين، لون كافيه ميتاليك برونزي. الدواخل بتاعت المطبخ كلها فايبر جلاس 2 مللي. في البداية طبعا المطبخ هنا في حدائق اكتوبر ما كانش واسع كده. المطبخ ده داخل فيه حمام تاني، عشان كده في عندي شباكين في المطبخ. ده طبعا باشمهندس صاحب المطبخ هو اللي مصممها، وانا قلت له الوضع ده كده ممتاز ان انت وسعت المطبخ علشان خاطر ياخد معاك الاجهزه ويبقى فيه براح وفيه وسع زي ما احنا شايفين في الحركه في المطبخ. دي حاجه التانيه، لما جينا نوزع الاجهزه طبعا كنا محكومين بالحوض بتاعنا والصرف بتاعه هو والغساله. وظبطنا الاجهزه على هذا الاساس. ظبطنا مكان الحوض هنا، وهنا مكان البوتاجاز بتاعنا، وعملنا هنا جنبيه الوحده دي الانبوبه، طبعا عليها الرخامه بتاعتها علشان تستخدم. وهنا مكان البوتاجاز فوق الشباك على طول، بحيث ان اي حاجه تطلع من الشفاط او يبقى فيه تهويه ممتازه للبوتاجاز. بعد كده طبعا هنا في الجزئيه دي عملنا ما بين الشباكين مطبقيه بعرض 90 سم، بحيث ان هي تبقى كبيره وتاخد معايا المساحه كلها. هي جت معايا مظبوطه. وهنا مكان الغساله قابلنا فيها تحدي، ان السباك كان عامل الصرف في الكورنر جوه خالص، فاحنا علشان نفادي النقطه دي فتحنا في اليونت بالطريقه دي، بطريقه شيك كده وبسيطه، بحيث ان انا اقدر استغل المساحه دي كلها معايا. وكمان قللنا عمق الوحده دي عن الوحده اللي جنبها، اكيد طبعا باينه، بحيث ان انا الغساله بتاعتي تخرج وتدخل مرتاحه في المنطقه دي، والرفين بتوعها كبار ويستحملوا كل حاجه. لو ما كناش رحلنا الغساله في الجزئيه دي وركبت زي ما كانت المطبخ تقسيمته هتبوظ، وما كانش هيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ليه؟ لان لو الغساله اتحطت هنا في الكورنر زي ما هو كان متصمم لها في البدايه قبل التعديل اللي احنا عدلناه، كان الجزئيه دي كلها هتتهدر، لان الغساله الباب بتاعها هيفتح وهياكل معايا الجزئيه دي كلها، وهيبقى شكلها مش حلو خالص، يعني شكلها هيبقى وحش. ولو اتعملت بالورب برضو هتاكل معايا مساحه كبيره في المطبخ. فعشان كده قررنا ان احنا نرحلها شمال شويه 40 سم، ونعمل اليونت دي بحيث تبقى مكمله معايا المطبخ كله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا جينا بعديها عملنا 3 ادراج صغيرين، والدرج اللي تحت الكبير، بحيث يشيل معايا سمنه، زيت، اي حاجه انا محتاجها. وعملنا بعديها 3 سبت بامبو للثوم والبصل والبطاطس، اللي طبعا كل درج بيشيل نوع معين من انواع الخضار، بحيث ان هو يبقى مستقل بذاته. ومن فوق في السكشن ده من فوق عملنا هنا يونت ضرفه برفين، وهنا ضرفه برفين، بحيث ان انا الشكل بتاعي يبقى متناسق مع بعضه، ما يبقاش كله ضرف ضرف. وعملنا هنا ضرفتين قلاب من فوق، ضرفتين قلاب. وطبعا زي ما قلت لكم هنا ضرفه كمان بتفتح، بحيث ان انا الضرفتين دول يردوا على بعض، وفي النص ضرفتين قلاب، يبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنا طبعا في الكورنر عملنا كورنر تحت وفوق بالمساحه الكبيره دي، زي ما انتم شايفين مساحه الكورنر مساحه كبيره، والضرفه واسعه، تدخل حله، تدخل الغطا بتاعها، تدخل اي حاجه كبيره انت محتاجها. وفوق نفس الكلام. وهنا الجزئيه دي عملنا ضرفتين برفين، بحيث ان انا اقدر استغل جنب التلاجة. انا عندي في المنطقه دي هيبقى التلاجة موجوده هنا في الجزئيه دي، طبعا بعدناها عن الفيش والمفاتيح لان انا عندي هنا مساحه، فعملنا هنا التلاجة. وطبعا التلاجة متظبط مكانها بالظبط، وعملنا فوقيها ضرف طبعا للتخزين، بحيث ان انا اقدر استغل فوق التلاجة ما يبقاش مهدور. وهنا ضرفتين قلاب، بحيث يبقى عندي برضو الشكل الجمالي بتاع المطبخ ممتاز.
ماشي، معانا الباشمهندس احمد هيقول لنا رايه في المطبخ ويقول لنا اخبارنا ايه وعرفنا منين ويا ترى الشغل عجبه ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا معرفتي بالاستاذ سلامه كانت بالصدفه، وكانت احلى معرفه طبعا. انا كنت راسم في دماغي مطبخ معين، هو عمل لي مطبخ احسن من اللي انا كنت راسمه في دماغي كمان. الحمد لله هو عنده مصداقيه في موضوع استغلال المساحات، واستغل المشكله بتاعت الغساله اللي كانت عندي ومشكله الصرف ديت، فهو حلها. وبل خلى كمان المطبخ كمان بقى شكله احسن من اللي انا كنت راسمه يعني. عدل عليه في حاجات واستغل المساحه بحيث ان هو ما ضايقش المطبخ عندي. بالعكس ده كده يعني رسم المطبخ رسمه محترمه، حتى اختياره في الرخام كان اختيار ممتاز محترم جدا. برضو الباشمهندس سيد اللي عامل الرخام ده برضو انسان محترم. والفينش بتاع الباشمهندس سلامه طبعا لا يعلى عليه بصراحه، هو التيم اللي معاه ناس محترمه جدا. فينش محترم زي ما انتم شايفين. انا ما كنتش راسم الرسمه دي، بس هو عدى الفكر بتاعي بصراحه يعني. واتمنى له كل خير ان شاء الله. وباذن الله في تعامل تاني باذن الله معانا باذن حبيبي يا الله. صاحبي. حبيبي يا باشا. شاكرين جدا. بس كده، ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.